اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن حاجه جديده لكن كلنا بنحس بيها، هو الشعور بالوحده. مكملين في المشاعر، لكن المشاعر المره دي هي فكره ليه بعض الناس وكتير قوي بسمع الايام دي فكره انا وحيد. العلم اكتشف ان الوحده هو مش الوجود المكاني، ان انا وحدي فانا حاسس بان انا وحيد. لا، قال لنا ان الشعور بالوحدة هو حاجة نفسية وذهنية. يعني انا ذهني نفسه وحيد حتى وانا وسط الناس، وده نتيجة لمشكلة اساسية، هي فكرة ان انا مش عارف اتواصل مع الناس كويس. يعني اذا الشعور بالوحدة هو شعور في اساسه شعور علاقاتي، انا مش عارف اتواصل بصورة سليمة. طبعا احنا اتكلمنا عن انواع العلاقات ومشاكلها، وكل المشاكل اللي فيها في الحلقات السابقة عن العلاقات هي فيها المشكلة دي، مشكلة احساس بالوحدة. لكن لا، الحاجة اللي انا عايزة اقولها النهاردة واركز فيها ان في بعض المشاعر اللي بتخليني مشاعري دي تزيد في الوحدة، اللي هي ايه بقى؟ واحد، شعور الغضب، احساس بالغضب ورفض الحاجة اللي انا عايش فيها، رفض الناس اللي انا بتعامل معاهم، الغضب من الوضع اللي انا فيه، الغضب من كل حاجة بتزود الشعور بالوحدة. الاحساس بالاكتئاب او مرض الاكتئاب ممكن يزود الشعور بالوحدة. الخوف، لو انا عندي خوف مرضي او ذهني طريقة تفكيره فيها هذا الخوف ده، وكتير قوي بنربي ولادنا ما تكلمش حد غريب، ما تقربش مش عارفة من ايه، اوعى تنزل لوحدك، اوعى تتحرك لوحدك، اوعى حد يكلمك في الشارع وترد عليه، اوعى تحكي لحد كذا، اوعى تقول مش عارفة مين ان انت عملت ايه، اوعى اوعى اوعى. بيولد حوالين الطفل حاجة اسمها نوع من الخوف، وبيكون دي طريقة تفكيره. اللي عنده طريقة التفكير دي مهما كان حوالين ناس، لكن كلمة اوعى دايما بترن في ذهنه، بتخليه دايما حاسس بان هو وحيد، انا لوحدي. اوعى من حاجات كتيرة، اوعى من كل الناس، حتى اقرب الناس ليه بتخليني ان انا لوحدي، وبدام لوحدي ذهنيا فانا دخلت في اطار الوحدة. يعني الخوف والاكتئاب والغضب من الحاجات الكبيرة اللي بتخلي في واحد كمان ممكن يبقى حاسس بالوحدة لانه دايما بيهرب من حاجة. انا عندي حاجة وعايزة اخبيها، فالحاجة اللي انا بخبيها دي وحاسس طول الوقت ان انا حاطط ماسك على وشي قدام الناس ومش عايزة اتكلم عن الحاجة دي ومش عايزهم يعرفوها، بيخليني عندي احساس من جوه بالوحدة. يبقى الوحدة هو حالة ذهنية ونفسية بتخليني انا حاسس باني انا مش عارف اتواصل مع الناس ومش عارف اقرب ليهم. طب هل كل واحد قاعد لوحده هو انسان وحيد؟ لا، الحقيقة في فرق كبير باني انا بستمتع بالوحدة لاني ذهني ونفسيا انا قريب قوي من الناس وقريب في علاقاتي وبحب كل الناس وكل الناس بتحبني، وفرق باني حتى لو وسط الناس انا مش عارف اعمل ده فحاسس ان انا وحيد. عشان كده الوحدة لا تقاس ابدا بالوجود المكاني، لكنها تقاس بالحالة الذهنية والنفسية جوه الناس. طب ازاي اطلع بره احساس الوحدة؟ العلم برضو اكتشف حاجة كبيرة ومهمة قوي، ودي حاجة ممكن تساعدنا كلنا وهي اللي هركز عليها، هي فكرة خدمة الناس. لما بنبتدي نساعد بعض ونقدم أعمال حب لبعض حتى بسيطة، على المستوى النفسي والعلاقاتي والاجتماعي ده بيقربنا من بعض بدرجة. لما ادخل في كلام عميق مع حد واسمع، مش هقول اتكلم، واسمع مشاعر حد او انين حد او مشكلته، ده بتخليني انا قريب منه على المستوى النفسي والذهني، وده بيساعدني انا ان انا اطلع من احساسي بالوحدة. يبقى اذا لو انت عندك مشكلة بانك حاسس ان انت وحيد، اول حاجة تعملها واهم حاجة ان انت تدور على ان انت تخدم الناس. واعتقد ان مجتمعاتنا كلها محتاجة ناس كتيرة تخدم بعض. طبعا مش هنتكلم عن فكرة العلاقات العائلية وعن الصداقات، لان كل الحاجات دي اعتقد ان احنا بنحاول نعملها
لكن الهدف الأساسي والمفتاح الأساسي هي فكرة الخدمة، خدمة بعضنا البعض، كلنا كل واحد يخدم التاني بحاجة حب، بمعرفة ان انا ليا دور في حياة الناس والناس ليهم دور في حياتي. دي بتخلينا نخرج برا وحدتنا. هنواصل مع بعض الحلقات اللي جاية كمان عن مشاعر تانية وليه بنحس بيها، وهنوصل لحلول ان شاء الله. شكرا.